التي تبعد 100 كيلومتر عن الجزائر العاصمة، ولكن منذ الاستقلال لم تحتضن مباريات منتخب الجزائر بمناسبة تدشين ملعب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد. اليوم هي أول مباراة للمنتخب الجزائري على أرضية ميدان مدينة تيزي وزو في حضور 50,000 متفرج، وهي سعة الملعب. هذا الملعب وهذه المدينة التي تقع في منطقة القبائل إحدى قلاع ثورة التحرير الجزائرية التي أنجبت العديد من زعماء الثورة والعديد من نجوم الكرة والرياضة والثقافة والفن والعلوم، وأنجبت الدعاة والعلماء والمفكرين الذين يصعب علينا جردهم وذكرهم جميعا. رحمة الله على من توفي وأطال عمر من لا يزال على قيد الحياة. الحدث إذن هو حدثان اليوم، مباراة كرة وأول مباراة على ملعب جديد يحمل رمزية كبيرة، وهي مناسبة بالنسبة إلينا للتعريف بأحد عظماء ثورة التحرير والتحرر طرحهم على أرواح شهداء ثورة التحرير في شهر الثورة شهر نوفمبر، وللتذكير بأن المجاهد حسين أيت أحمد كان بطلا من أبطال الجزائر، واحدا من رموز الكفاح ضد الاستعمار، زعيما أثناء الثورة وبعدها حيث التحق شابا بصفوف حزب الشعب الجزائري ثم الحركة من أجل الحرية والديمقراطية. كان مسؤولا عن المنظمة السرية التي رافق فيها الراحل محمد بوضياف. لقد كان من بين التسعة التاريخيين إن صح الوصف الذين فجروا ثورة التحرير، هو ومحمد خيدر وأحمد بن بلة من الخارج، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بالقاسم، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، رابح بيطات، الذين اجتمعوا ونسقوا في عاصمة الجزائر لإعلان الثورة. ترحما على روح القامة الرياضية رشيد مخلوفي، الحكم ورئيس الاتحاد السابق بن عيد ذكر، واللاعب السابق عبد الحميد مراكشي. Ladies and gentlemen, please